السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي المهمات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ الله يدخل علينا وعليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه وبالعافيه وبالمغفره والعتق من النار، والله يتقبل منا يا ربي صالح الاعمال ويتقبل منكم احسنتم يا ربي. كي دايرين؟ اش تعاودوا؟ كلشي مزيان؟ معز عليكم. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في احسن حال يا ربي. واخا انا دابا مع التكميم ومع الصيام ما نقولش لكم البنات ما كنحسش بالجوع، ولكن كنحس بالسخفه والعطش. العطش لان مني كتكوني دايره تكميم كتبغي تشربي الماء، لان الماء هو اللي كيحسك بانك شبعانه وكيحسك بانك راكي كتحسي بواحد الشعور مزيان. دابا مني ما كنشربش ومع الصيام ما نقولش لكم راه المعده خدامه عندي تتعصر فيا، ولاني الحمد لله الله مقدرني انني نصوم اللهم لك الحمد. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على كيفاش غادا مع الصيام واخا التكميم، يعني انا راه كنجاوبكم في اللايف ديال تيك توك، يعني كنجاوبكم على الاسئله اللي كتخليو ليا. وبطبيعه الحال البنات اللي بغاو يشاركوا معايا في اللايف ديالي راه كنكون يعني في اللايف تيك توك يعني من مورا السونس ديال العشيه. ودابا مع رمضان كنديروا حتى ل7:30 كندير واحد السويعه كنشاركوا البنات الاسئله اللي بغاو يعرفوها ولا شي حاجه بغاو يستافدوا منها ولا شي حاجه، وبطبيعه الحال انا راه كنستافد منكم. المهم ندخلوا اختي في صلب الموضوع اللي جيت عليه غنهضر معكم عليه. اختي اليوم اختي كان عندي موعد مع لاسيستنتي سوسيالي بخصوص لاسينو دي انكلوزيوني. كيف ما عرفتوا بان كاينه واحد الضجه نايضه على هاد الكارطه هادي، وكلشي متخوف من المساعده الاجتماعيه، كيفاش غادي يعيطوا، علاش غادي يدخل المساعده الاجتماعيه في هاد الكارطه هادي. المهم انا اليوم كانوا ديجا هما كانوا عيطوا ليا وكانوا صيفطوا لي ايميل باش نكون عندهم، يعني اليوم كانوا دايرين معايا بونطامينتو اليوم باش نكون عندهم. بطبيعه الحال مشيت انا وراجلي ومديت معايا امير لان كانوا ولادي في المدرسه باش نثبتوا الحضور ديالنا. وبطبيعه الحال اي سؤال غادي يسولوا غادي يكون غنقدروا نجاوبوا حنايا على راسنا. بالنسبه للبنات لهاد الكارطه هذه، البنات اللي متخوفين منها، هي ما عندكم علاش تخافوا. الا توفرات فيكم الشروط ما عندك علاش غادي تخافي. الشروط شنو هما؟ كيبغيو يا اما يكون عندك في الدار يعني في النوكلو فاميلياري ديالك اما شخص انسان يعني مسن يعني فايت 64 سنه، او لا يكون عندك شخص معاق في الدار، او لا يكون عندك مينوري يعني يكون عندك الدراري الصغار في الدار. لان هادو هما الشروط اللي كتوفر في هذه الكارطه ديال لاسين دي انكلوزيوني. وبطبيعه الحال انت واخا يكونوا متوفرين فيك هاد الشروط يعني وكتمشي كتدفعيها ضروري من واحد المقابله ديال المساعده الاجتماعيه كتعيط لك باش كديري معك كولوكيو. بالنسبه للبنات اللي متخوفين من هذا الكولوكيو، لانني كنت كنسمع بزاف في اللايف ان الناس متخوفين ما عارفينش شنو غيكون هاد الاسئله كيفاش غاديين يكونوا، واش فعلا المساعده الاجتماعيه كتحط ايديها على الدراري الا كنتي درتي هاد الكارطه، واش فعلا كيدخلوا معاك، واش كيجيو عندك للدار بلا اذن، واش هادي. المهم انا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشرح لكم كل شيء وداك الاسئله اللي سولوني وكل شيء داكشي اللي طرحوا عليا وجاوبتهم وكل شيء وشنو النتيجه اللي خرج من هذاك الاجتماع ديالهم. بطبيعه الحال غادي نقول لكم فضلا وليس امرا خليو لي واحد اللايك وخليو لي واحد التعليق محفز. الله يجزيكم بخير. التعاليق ديالكم راه كيهزوا من القناه، وبطبيعه الحال حتى اللايكات ديالكم كنتمنى ما تبخلوش عليا وصافي. مادام انا ما كنبخلش عليكم نتوما ما تبخلوش عليا. الورا المهم بالنسبه للناس اللي كانوا دافعين الكارطه ريدي تشيتا دي نانسا، كان ضروري عليهم واوبليجي عليهم خاصهم يديروا واحد اللقاء مع لوفيتشيون بييغو يعني مكتب الشغل او لا سيرفيسيو سوسيالي كل مده ومده، يعني من 3 شهور او لا من 4 شهور. من خلال هاد الكارطه هذه جديده يعني ولات اوبليجي انك ديري مقابله عند المساعده الاجتماعيه باش كتعرفي على الوضعيه العائليه ديالك. واخا هما كيكونوا ديجا راهم عارفين، ولكن ضروري كتثبتي الحضور ديالك وكتجاوبي على الاسئله بكل صراحه. يعني اي سؤال سولوك ما تكذبيش فيه، يعني اي حاجه سولوك هما كيكونوا ديجا عارفين وديجا مستطلعين عليك، يعني انت ما تكذبيش غتقولي الحقيقه. واش عندك شي مداخل اخرى، واش كخدامه نارو، واش ما خداماش، يعني اي حاجه خصك تسولي عليها سولوك عليها خصك تجاوبي يعني جواب يكون مقنع ويكون يعني معقول ما فيش الكذوب. انا دخلوا معايا في الاسئله على اساس المشكل اللي عندي، يعني من واحد من الاسباب اللي كتقبل بها من هذه الكارطه وهي الاعاقه اللي عند ولادي. راكم نتوما دابا عارفين
من خلال المسيره اللي كنعاود لكم انايا في القناه، ان انور عنده مشكل ديال القلب، يعني كيتحسب حتى هو اعاقه. وما خصش دابا المشكل ديال امير، يعني حتى السكر حتى هو دخل في الاعاقه، وحتى مشكل ديال التوحد. المهم يعني دخلوا معايا في هذه المساله هذه ديال ان ولادي بجوج عندهم اعاقه، يعني شافوا هما بان الشرط الوحيد اللي تقبلت به الكارطه هو الاعاقه ديال الدراري. يعني كانت الاسئله، غالبيه الاسئله على الوليدات ديالي، كيفاش كنسيقويهم، السبيرطارات اللي كندير ليهم هما. انا ملي مشيت كيسولوا فيا، يعني انا عرفت بانهم هما ديجا هضروا مع الاطباء ديالهم، مع نيروبسيكياتريه، هاضرين مع المدرسه، هاضرين مع السيرفيسيو سوسيالي اللي كيكونوا في الكوموني، لان هذا السيرفيسيو سوسيالي كيكون خاص غير بهذه الكارطه هذه. عاده كاين السيرفيسيو سوسيالي اللي كيكون تابع للكوموني، يعني هما عارفين لا سيتياسيون ديالي والحاله العائليه والاجتماعيه ديالي من خلال الناس اللي كيكونوا يعني مقابلين ولادي ولا متبعينهم وكل شيء. وما خصش يعني حيت كنهضر معكم انا اختي من الدار، دابا راه كاين معايا امير، خصكم تستحملوني اختي. المهم بحكم امير دابا ما كيمشيش للمدرسه، ماشي بحال خوتو، راكم عارفين يعني كيبقى معايا في الدار. المهم نكملوا في الموضوع ديالنا. يعني الاسئله اللي كانت جاتني على انا واش خدامه، راجلي واش خدام، الدراري يعني كيفاش كنقابلهم، شكون هما الاطباء ديالهم، يعني الريزلت ديال كل واحد كيفاش خرجات ليه، واش دفعت لهم الريكياسه ديال الانفاليديتا ولا لا. انا حتى يلاه دفعت للدراري بجوج الريكياسه ديال الانفاليديتا وباقي ما خرجتش ليا. خرجات لي ديال امير، ولكن باقي ما عمري تخلصت لا في ديال انوار ولا في ديال امير. يعني كيسولوك واش كتخلصي في الانفاليديتا، واش الا كان عندك شي شخص مسن. انا دابا كنقول لكم الاسئله اللي غيسولوك وانت غادي تجاوبي بداك الشيء اللي كيوقع لك. مثلا الا كان عندك شي انسان اولا شخص، يعني شخص مسن معك في الدار، كتجاوبي واش هذاك الانسان واش كياخذ لا فيكيايا، يعني واش كيتخلص، واش عنده لانتريت، واش عنده شي خدمه نيرو، واش مقيد في مكتب الشغل، واش كيقلب على خدمه. بحال هكا الا كانوا عندك المينوري في الدار، يعني الدراري الصغار، انت كأم يعني واش تي في استطاعتك انك تمشي ديري شي انفورماسيوني ديال لافور، يعني شي خدمه، واش ديري شي سوايع ولا تقدري ديري شي حاجه كيسولوك، انت خصك تجاوبي بكل تلقائيه، وتجاوبي بمصداقيه، ما تكذبيش وما تراوغيش معاهم في الاسئله، حيت هما كيكونوا عارفين كل شيء. واحسن حاجه الصراحه، يعني الصراحه باش تخرجي راسك انت من باب واسع. خلاها منى حللي حتى دوك الفليسات اللي تاخدي صافي. المهم بالنسبه لا دوماندا، انا فاش دفعتها يعني كنت تخلصت الخلصه الاولى وتخلصت الخلصه الثانيه ديال هذه ديال اللي كنعاود لكم عليها ديال لا سينو دي انكلوزيوني. ومني مشيت لعندهم يعني كانوا دخلوا الدوماندا في الكمبيوتر وبقاو كيسولوني هما يا اسئله وكيكتبوا، يعني كيعمروا، تيقولوا لي واش هذه سي ولا نو، كيعمروا الاسئله. يعني كتكون سهله، واش عندك شي ديفيكولطه في الخدمه، واش عمرك خدمتي ولقيتي شي ديفيكولطه، واش عندك بوسيبيليتي تمشي تخدمي، واش مثلا كتحطي ولادك في المدرسه واش كيبقى لك الوقت باش تمشي تخدمي، حيت هاد الكارطه دايرينها على اساس ماشي تاخديها وتبركي. الا كانت عندك شي جهد ولا شي يعني استطاعه للخدمه تمشي تخدمي. هادشي علاش انا كنقول لكم تجاوبوا بكل صراحه، حيت بعض الخطرات يعني تيسولوك السؤال نفس السؤال ولكن بطريقه اخرى. يعني ما غنلمحش لكم اكثر، ولكن راه كيكون هو نفس السؤال ولكن كيسولوك يعني بطريقه اخرى. نهضر لكم على الكا ديالي انا، الحاله ديالتي انا حيت عندي الدراري يعني وامير تيبقى معايا في الدار، يعني ما عنديش كيفاش غندير تنخدم. هما يا عرفوا بان راجلي برك من الخدمه ديالته باش معاونني في امير. يعني امير عنده مشكل ديال التوحد، عنده مشكل ديال السكر دابا، واخا انني مشكل ديال التوحد ما عمرني ما طرقت لكم فيه، ما هضرت لكم عليه وداك الشيء، ولكن غادي يجي الوقت ان شاء الله وغادي نهضر. ان دابا انا ما باغاش نهضر دابا عليه، ماشي خوف، ماشي مرضيتش، ماشي بزاف الحوايج، ولكن كنكون انا كأم باقا ما متقبلاش الوضعيه 100%. باش نهضر على واحد الحاجه خصني نكون انا متقبلاها، وبطبيعه الحال كان خاصني تنسنى الريزلت ديال الطبيب اللي دار باش غادي نقدر نهضر لكم عليها. هذه كانت بين قوسين على المشكل اللي عند امير. المهم كيف ما قلت لكم يعني
يعني تعمقوا معايا في الحاله ديال الداري، يعني عرفوني بانني انا ما نقدرش نخدم دابا، انا جا خدامه معاهم ما عنديش كيفاش ندير. وهذا الشيء اللي كاين. يعني كانت هذه هما الاسئله اللي سولوني، وبزاف البنات اللي كانوا دخلوا عندي الخاص وكانوا سولوني وقالوا لي بحكم انني قلت لهم في واحد اللايف انني راه خديت الكارطه، يعني كلشي بغى يعرف اشنو هو المشكل اللي غادي يلقى مع المساعده الاجتماعيه. وانا راه يلاه جيت مع عندهم غير اليوم، يعني قلت ضروري خصني ندير لكم فيديو باش نشرح لكم، لربما يعيطوا عليكم تعرفوا شنو تقولوا، يعرف الانسان كيفاش يتعامل وهذاك الشيء اللي كاين وصافي. المهم البنات، كان هذا هو الفيديو ديالي اللي بغيت نشرح لكم على القضيه ديال لاكارتا ديال لاسيني دي انكلوزيوني. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم. ومن هذا المنبر بغيت نقول لكم بانني تسناوني ان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون واحد حاجه زوينه. كنظن ان اي واحد كيبغي خديجه وكيبغي ليها الخير وكيبغي يشوفها ضاحكه غادي يتمنى ليا الدعوه ديال الخير، وغادي يقول لي الله يسهل عليك، لانني ان شاء الله باذن الله بحكم انني دابا ما بقاش عندي كيفاش ندير تنخدم، ما بقاش عندي كيفاش ندير تنخرج على برا، معايا امير في الدار، يعني قررت انني غادي ندير واحد المشروع بسيط صغير من داري. وكنتمنىكم ما تبخلوش عليا، وكنتمنىكم انكم تشجعوني وتخليو لي دعوه ديال الخير زوينه، وتسناو المفاجاه في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. غادي تكون واحد المفاجاه زوينه كيف ما قلت لكم، اللي كيبغي خديجه وكيتمنى لها الخير غيفرح معايا، وكنتمنى لكم نتوما كاملين يا ربي الله يفرحكم، واللي كيتسنى شي حاجه الله يسهل عليه فيها. سمع ما كيبكيش كيدير بحال هكا كيزينن. المهم البنات ما نطولش عليكم الفيديو حتى انا حسيت راسي الكحت مع الصيام. غنقول لكم تهلاو ليا في راسكم وبصحه فطوركم، نتلاقى معكم في الفيديو جاي ان شاء الله. ما تبخلوش عليا كيف ما قلت لكم بلي لايك ديالكم وبالتعاليق وبالبارطاج اللي خطيكم، وطبيعه الحال المفاجاه غادي تكون زوينه ان شاء الله باذن الله. مع السلامه، في امان الله وحفظه.